في ليلة النصف من شهر شعبان من كل عام هجري جديد يحيي أبناء مدينة القطيع بالحديدة طقوسا شعبية تقليدية متوارثة تسبق حلول شهر رمضان، يطلق عليها في مناطق عدة في تهامة بالشعبانية أو ليلة البهجة. فطقوس الاحتفال بهذه الليلة تختلف من منطقة إلى أخرى بين الأهازيج الشعبية والحفلات الفرائحية، وجميعها تقام ابتهاجا بقدوم شهر رمضان. قديما كان يقام في هذه الليلة عادات وتقاليد يقوم بها الناس في ليالي 13 و14 و15 من شهر شعبان من كل عام، وفيها يمتزج الفرح مع الابتهال إلى الله بدخول شهر رمضان المبارك والناس في خير وعافية. لكن تلك الأجواء لم تعد اليوم بنفس تلك الروحانية والزخم الذي كانت عليه في السابق لأسباب متعددة، منها الوضع العام للبلد الذي يعيش حربا منذ 8 أعوام وما تلاها من تدهور في المعيشة. ومع ذلك لا يزال أبناء القطيع يحتفظون بشيء من هذا الابتهاج ويحيون إرثهم الشعبي رغم المعاناة، فضلا عن أن هناك خلافا حول مسألة الاحتفال بهذه الليلة، إذ يعدها بعض المتدينين بأنها بدعة. من مدينة القطيع بمحافظة الحديدة لقناة اليمن من اليمن، أيوب أحمد هادي.